السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات مني. النهاردة وصفتنا هتبقى مختلفة تماما، هنعمل اكلة سمك وهيبقى معايا الاصناف دي كلها، وهقول لكم عملتها ازاي وبأقل التكاليف، وهقول لكم سعر البيع كمان. يلا بينا نبدأ وصفتنا على طول. جبت كيلو كابوريا، عمل معايا حوالي 40 جنيه، وكانت حلوة، مش صغيرة ولا كبيرة، يعني وسط. هي كانت حلوة جدا في الاكل. نزلت بيها في الحلة بتاعتي. هحط عليها ايه؟ هحط عليها معلقتين 3 كده بصل مفروم، وهنزل عليها كمان ب4 فصوص توم او 5 فصوص كبار، واقطعهم شرايح كده زي ما انتوا شايفين. مش هحط توم مفروم، الطعم بيفرق كتير. بس كده هخلص التوم، وهنزل بقى البهارات اللي انا هحطها. عبارة عن معلقة شطة، معلقتين ملح صغيرين، او على حسب ما انتي تشوفي قد ايه الملح مظبوط ولا لا، ومعلقة كمون، وهحطها على النار تتشوح لحد ما اعمل الوصفة التانية. جبت جندفلي وعمل معايا برضو حوالي 30 جنيه. حطيت الكابوريا على النار، ما حطيتش عليها ميه ولا حاجه، وهسيبها تتشوح معايا بالبصل بالثوم بالبهارات اللي انا حطيتها، وهفضل اقلبها كل شويه لحد ما لونها يوصل معايا للون اللي حضرتك شايفاه ده، بالشكل ده. لما يبدأ لونها يتغير هنزل عليها بالميه لحد ما اغطي اخر واحدة في الحلة. هديها كده تقلبتين، وهي كده جاهزة معايا انها تستوي. هسيبها على النار لحد ما تستوي، ودي كده خلصت معايا. جبت جندفلي بعد ما غسلته كويس جدا وفتحته، شفت بقى في واحدة مثلا فيها تراب او لا، هنزل بيه على النار بالمية، بس مش هحط عليه حاجة، وهخليه يغلي معايا. هسيبه وهجيب السمك بتاعي. ده سمك موزة، كان الكيلو ب30 جنيه، انا جبت نص، يعني عملوا 15 جنيه. وحطيت عليهم شطة وملح وكمون، بس انا ما حطيتش حاجة تانية، يعني ما حطيتش توم. هما في المطاعم بيعملوا كده، ما بيحطوش توم على السمك والحاجات دي، عشان لما يجي يتقلى ما يبقاش زفر او يتحرق مني. جبت حلة تانية ونزلت بيها بالزيت علشان نعمل الرز بتاعنا. الرز بتاعنا عشان يطلع لونه حلو هقول لكم دلوقتي نعمل ايه. نزلت ببصل مفروم، وهسيبه على النار لحد ما ياخد لون قريب من المحروق شوية، بس مش محروق، علشان يطلع الرز معايا لونه كويس. ده الجندفلي، ولما غلى لقيته فتح كده. بصوا المية شكلها ازاي، المية دي مش حلوة خالص. احنا هنقلبها وهنشطفه كويس جدا تحت الحنفية، وبعد ما شطفته حطيته كده في الحلة تاني، وهبدأ بقى احط عليه البصل المفروم والثوم، برضو هقطعه برضو شرايح نفس اللي انا عملته في الكابوريا.
بالشكل ده. وهحط حبة شطة وحبة ملح، الملح على قد الحاجة يعني اظبطيه انتي، وشوية كمون بس كده، برضو مش هحط تاني اي حاجة. كده بقى جاهز معايا ان هو يتحط على النار. حطيته على النار وهعمله كده، وهبدأ اشوح كل ده مع بعض لحد ما ريحته تطلع. هيبقى حلو جدا معايا. هسيبه بس شويه يتشوح كده مع بعض. وده البصل لحد ما وصل بالدرجه دي. قطعت عليه طماطمايه صغيره ونزلت عليه كوبايتين رز او اكتر زي ما حضرتك حابه، وهقلب. بصوا احنا مسافه ما بنقلب على طول لون الرز بيتغير. انا ما حرقتش البصله، انا غمقتها، ما سبتش حته فيها لونها فاتح، ده بيفرق جدا. وهنزل عليها كوبايتين رز يعني كوبايتين ميه. بصوا لون الميه اتغير على طول ازاي بالشكل ده. وهحط ملح وربع معلقه كمون، هتديله ريحه حلوه جدا وطعم حلو جدا. بس كده خلصته. هغطيه لحد بقى ما يغلي ويتشرب معايا. جيت بقى الجندفلي ريحته طلعت شويه، هنزل بقى بيه عليه بالميه لحد ما الميه تغطيه تماما بالشكل ده. وهسيبه على النار يغلي لحد ما يستوى معايا. بأقل المكونات عملنا ده. نيجي بقى للجمبري. بصراحة الجمبري كان غالي شوية، يعني كان الكيلو ب140، انا جبت نص، او لو حابه تجيبي ربع برضو هيبقى حلو معاكي. برضو تحطي طبق جنب الاكله دي هيبقى حلو جدا. ونضفته ازاي؟ فتحته كده من الظهر وشلت السلسله دي، بيبقى فيها تراب ومش حلوه خالص. هشيلها كده بالخله، وبعدين عشان اشيلها من ايديا في طبق فيه ميه، وهعمل كده الحركه دي هتطلع معايا بكل سهوله. خلصته كله ونضفته، بصوا اللي طالع منه. هاخد نصه هنزل بيه في صينيه، اخد كده على قد الصينيه، والتاني هقول لكم دلوقتي انا هعمله ايه. قطعت ليمون بالقشر بتاعه، وكمان قطعت توم شرايح كده، وجبت بصل طرنشات وقطعته بالشكل ده. وهجيب برضو طماطم هقطعها زي ما قطعت الحاجات دي، يعني على قد قطعي على قد الصينيه اللي انتي بتعملي فيها. وطبعا فلفل، بالشكل ده. هاخد الطماطم والبصل والليمون مع بعض، هسيب الفلفل ده الاخر احطه على الوش بالشكل ده. وهنزل بالملح وكمون وهاخد معلقه من الشطه دي تديها تست عالي جدا وطعم حلو جدا. وكل ده هدعكه كده مع بعض بالشكل ده لحد ما انزل العصاره من كل المكونات دي. شايفين؟ في الاخر بقى هحط الخضره وهقلبها كلها مع بعض. الخضره كانت عباره عن شبت وبقدونس وكزبره، لو عايزه تحطي شبت بس حطيه. دي كده صينيه جاهزه معايا. وده جمبري مشوي هدخله الفرن، يعني انا من نص كيلو جمبري عملت وصفتين جمبري.
وهنزل على الوش كده بمعلقتين زيت كبار، وانا مش هسويها دلوقتي خالص، انا هسيبها على جنب تتبل عبال ما اخلص باقي الاكل. وجبت ليمونه عصرتها كده على الوش، واخدت القشر بتاعها برضو وحطيته. بجد ده بيبقى طعمه حلو جدا، ده جمبري مشوي في الفرن بجد رهيب، طعم تاني خالص. جبت الكسرولة بتاعتي ونزلت فيها بباقي الجمبري اللي معايا، وحطيت معلقة صغيرة من الشطة دي، وجبت توم وقطعته برضو طرنشات كده، يعني 3 فصوص كده عشان الجمبري مش كتير. الكمية دي كويسة جدا. وبصل يعني حوالي نص بصلاية كده، او معلقتين بصل مفرومين صغيرين. ونزلت بالشطة والكمون والفلفل الاسمر بتاعي. انا عايزة اقول حاجة بقى، انا عملت كل الحاجات اللي انا عملتها دي بالكمون والشطة والملح. سبحان الله، يعني انا حطيت عليهم كلهم نفس المكونات، بس الطعم مختلف تماما عن كل حاجة فيهم. فما تحاولوا يعني ما تحاولوش ان انتوا تزودوا اي حاجة في المكونات عشان تحسوا بطعم الحاجة الاصلي. مش هيبقى الحاجة عليها اضافات كتير بجد بتبقى مش حلوة، لكن احنا عايزين ناكل الحاجة نحس بطعمها، ما يبقاش فيها بهارات كتير، ما يبقاش فيها حاجات يعني زيادة عن اللزوم. بس كده بعد ما لونه اتغير معايا وشوحته على النار بكل المكونات اللي كانت عليه، نزلت عليه بالمية. وده بقى هسيبه يغلي على النار، هما غلوتين 2 بس، غلوتين. بصوا لونه اتغير معايا ازاي، هما غلوتين مش اكتر، وهطفي عليه عشان ما يجلدش معايا. ودلوقتي بقى اخر حاجة المفروض ان انا قبل ما اقدم الاكل اعملها، السمك. بعد ما تبلته بالبهارات بتاعته، ما حطيتش توم خالص يا جماعة، ما حطيتش توم. الزيت مش هيتحرق معاكي، ولا هو حتى ريحته هتغير ولا اي حاجة، هو كده حلو جدا. جربوها بالبهارات دي اللي هو ملح وفلفل اسمر، رشة بسيطة وكمون وبس وشطة، هيبقى حلو جدا معاكم. بس نزلت بالسمك كده بدقيق عادي خالص، وهيطلع ناشف معايا وهيطلع جميل، مش هيطلع طري كده وكله زيت، لا هيطلع جميل جدا بالشكل ده. واول ما ياخد لون من تحت هبدأ اقلبه بالشكل ده. قلبته وكده المفروض يستوى معايا. بعد ما استوى خالص، ودي كانت اخر حاجة المفروض انتي تعمليها في الاكل عشان التقديم يبقى سخن خالص. بس كده دي بقى كانت الوصفة معايا. بصوا الرز طالع لونه حلو ازاي، والسمك برضو واخد لون حلو، والكابوريا، وادي شوربة الجمبري، وعملت جنبها طحينة وبابا غنوج. انا سلطات دي هنزل لكم حلقة بس لوحدها كده، هنزلها لكم. دي حاجات تنفع لاي اكل، تحطوها جنب اي اكل. دي اطباق رئيسية اللي هي الطحينة وبابا غنوج، وحاجات تانية كتير انا كنت مجهزاها هنزلها لكم عشان تستفيدوا منها، عشان تساعد جنب الاكل كمان، حتى لو جايبة كميات اكل صغيرة تعمليها. بس كده انا قلت لكم على الاسعار كلها. بصوا الجمال بجد حلو قوي، بجد الاكله فعلا كان طعمها حلو، احنا حاسين بطعم الحاجه ذات نفسها، مش بهارات كتير وحاجات. وده الجمبري المشوي كان بالجمال ده، بجد كان تحفه خالص. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.